لو انت عاوزة تعملي مخلل فلفل وبتشتكي ان كل مرة بيطلع منك هبطان وبايظ ومش مقرمش وما بيظبطش معاكي، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده للاخر. هقولك ازاي الطريقة المثالية لتمليح الفلفل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش الصلاة على النبي في الكوب. اول حاجة عملتها غسلت الفلفل كويس جدا، وبعد كده جبت الفلفل، قمت ماسكة كل أرض وفتحاه كده فتحة من النص بالسكينة. وطبعا لو في أي جزء بايظ أي جزء هبطان لازم يتشال ضروري عشان ما يبوظش معانا المخلل بتاعنا. بعد كده جبت البرطمان بتاعي يكون مغسول ونضيف كويس جدا ومفهوش ولا نقطة مية، وحطيت فيه كل الفلفل بحيث ان انا ما اسيبش فراغات، يعني تميت اكبس في الفلفل كده، مش عايزة اسيب فيه اي فراغات. محلول التخليل بقى هو عبارة عن لتر مية، لكل لتر مية 3 معالق كبيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من السكر. طب السكر ايه فايدته؟ هو ده اللي بيحافظ على قرمشة الفلفل لحد اخر واحدة. وانا هنا اختياري حطيت من عندي معلقة كده كبيرة من هريسة الشطة، او معلقة صغيرة من هريسة الشطة على حسب ما بتحبيه، لان انا ما كانش عندي الفلفل الاحمر. وبعد كده قمت حاطه كل ده، وطبعا على حسب البرطمان بتاعك ما ياخد منك لتر اتنين. بس اهم حاجه ان انا اعطيتك المحلول بتاع التخليل، ان لكل لتر من الميه 3 معالق كبيره من الملح والمعلقه كده صغيره من السكر. طبعا الموضوع ده يمشي معاكي لاي حاجه انت عايزه تخلليها. هنا كنت نسيت ان انا احط معلقه السكر، قمت مدوباها وبعد كده حطيتها، وبدات ان انا اقلب البرطمان كده عشان تتوزع في كل حته. بعد كده طبعًا أنتم عايزين تشوفوا النتيجة، هاوريكم أحلى نتيجة مخلل فلفل أنتم ممكن تاكلوها، ما شاء الله مقرمش، مش هبطان ولا واحدة هبطانة. وهاقول لِك على سر كمان إزاي تخلّيكِ الفلفل بعد ما يتملّح ما يهبطش منِّك. بُصّوا ما شاء الله أنا فتحت عليه. طب إيه هو السر؟ إنِّك تحطّي أي تُقل من فوق، أي تُقل كده على البرطمان من فوق، بحيث إن هو ينزّل كل الفلفل تحت في المَيّة. لو في أي فلفل فوق مش طايل المَيّة، أكيد ده لازم يهبط علشان هو مش طايل المَيّة التخليل، فده لازم يبوظ. بُصّوا باحط البرطمان وأقوم قافلة عليه كده يدخّل لي كل الحاجة تحت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لو بتشوفوني لأول مرة متابعة ولايك علشان يوصلكم كل جديد، ولو بتشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان برضه يوصلكم كل جديد.